أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف صلاة على سيدنا محمد. أولا الجماعة المسيحيين بيزعلوا لما حد بيقول لهم كلمتين يعني، وبيكونوا يعني إن الديانة المسيحية بتستهدف الإسلام، وبنقولوا لكم أنتوا اللي بتبدأوا بالغلط. ولما يكون الواحد بيبدأ بالغلط ويترد عليه ما يزعلش. ليه ما يزعلش؟ لأن الإسلام والقرآن الكريم ناقش جميع القضايا، وأول يعني كلام في آيات في القرآن قالت لك هي إن أكثر الناس مودة ورحمة النصارى للمسلمين للذين آمنوا يعني. فإحنا مش عاوزين نضيعوا القضايا عشان ناس بتقبض من بره. في ناس شغلانتها الأساسية بتقبض من الخارج، بتقبض من الخارج أموال عشان تشوه بيه صور دول. فطبعا راجل زي زكريا بطرس ده، انا هفردكم فيديو، والراجل اسمه زكريا بطرس عليه سحائب البلغ بزيرو ده. ادي زكريا بطرس، الراجل ابن الندل ابن الندل. انا ما بغلطش في حد، بس الراجل ده امه اللي دابته 3 شرموطه في بعض مجوز. انا ما كنتش عاوز اغلط فيك يا ربايه الزواني، يا علجي يا ابن العلجي، يا ربايه كوكو، بس انت اضطريتني ان انا اغلط. فطبعا يا اخواننا لما الراجل ده افردكم على الفيديو بتاعه وانت شغال تتكلم على سيد الرسل، سيدك وسيد ابوك وسيد اي حد يعجبك، سيدنا محمد. طبعا يا اخواننا الراجل ده فاتح قناه بتكذب رسول الله بس. فانا بقول رساله لاي حد مسيحي، لو سمحت يعني، قلنا لكم احنا ما بنكرهكمش، لكن توصل الإساءة لسيد الرسل المقام الأصلي لأي حد. الواد اللي اسمه يوسف هاني ده امبارح كتب كلمتين على سيدنا محمد، أنا مش راضي أعرض الكلام اللي هو كتبه، ولكن معظم الناس سمعت الراجل ده. والنهارده الراجل اللي اسمه زكريا بطرس نزل بيخاطب شاب مسلم اسمه علي، وبيقول له أنت إيه اللي خلاك تركت الإسلام ودخلت المسيحية؟ طيب لما انتوا بتستقبلوا الناس على المسيحيه وبتمنوا ان واحد مسلم يدخل المسيحيه بتتمنوها، لما حد بيطلع من المسيحيه وبيخش الاسلام تعملوا ليه زي بعض؟ مخكم ليه بيتقلب؟ دمكم ليه بيتقلب؟ فاحنا مش عاوزين، والله العظيم احنا عايزين حد من عندكم يسلم، ما عايزينش. احنا عندنا كتير، احنا عندنا شويه اساسا لو لقينا لهم بيع نبيعوهم. في برضه راجل دكتور اسمه احمد عبده، طبعا سمعتوا عنه. احمد عبده ده راجل من الهلاهيل اللي مشرمطين دول، هوريه لكم برضه في الفيديوهات. جبت الفيديو، هات لي زكريا بطرس. فطبعا يا اخوانا عشان ما نطولوش على بعض في الكلام، اليوتيوب والفيس، اسمع يا سيدي. وبعدين نادي مودة ورحمة طبعا يا سيدي. اقتلوهن دي رحمة، ما هو ما قالش اقتلوهن، لكن قال اضربوهن. دي رحمة كبيرة قوي قوي قوي. امال ايش؟ رحمة رحمة يا اخ رمضان، انك الست تبقى قاعدة في البيت وتتجوز عليها واحدة تانية وواحدة تالتة وواحدة رابعة، وتجيب لها ما ملكت يمين، واحدة واثنين استدفى كده. طيب اولا انت سبت الانجيل وقعدت تشرح في القران، هو ده مش تخصصك. انت راجل درست في الانجيل. في مشايخ ازهر لو سمحتم يعني، التلفزيون العار بتاعنا احنا لما تيجي تجيب واحد يرد على اي حد، ما تجيبليش انت محامي ولا مستشار ولا دكتور ولا لواء ولا ضابط ولا اي حد يرد رجل الدين، يرد راجل من الازهر.
انما راجل زي دي بيتكلم ان طب قولوا للمسيحيه، مش في مسيحيين اتجوزت اتنين يا زكريا بطرس؟ في جسيس اتمسك قبل كده في المنصوره كان بيضرب وثائق جواز مسيحيه واتقبض عليه واتحبس، وكان محبوس معايا في سيدنا ابو زعبل على يعني عشان ايه، وكان بيجوز اتنين وتلاته الفرد واحد، بس مش في بلد واحده يعني، ممكن تتجوز في المنصوره وفي بني سويف ويعمل لك تشكيله. كلمه ان المسيحي يتجوز واحده، في مسيحيين ليه مرته 20 سنه زعلانه وما قدرش يطول، ما ده هيزني. في الاسلام لما قال اثنين وثلاثه واربعه قالها عشان عارف ان بكره وبعد النساء هتكتر عن الرجال. الاسلام بيحسب المليون سنه قدام. انما طبعا انت عشان تطلع مش تخصص امك وتطلع تتكلم على القران الكريم، انا هقول لك اهو، واي حد يشجع ديك امك بالمركوب. انما انا بقول لابوكم تيدرس، الراجل ده بيتكلم باسم الكنيسه المصريه، هتقول لي هو في الخارج هو لابس الزي المصري، الزي اللي لابسه ده زي مصري. يا اما الطالب انت عاد ان الراجل ده يقلع الزي ويلبس الزي بتاع البلد اللي هو عايش فيه عشان يتكلم باسم يا اما كده هو بيخاطر المصريين. فانا طبعا اللي بخاطب الكنيسه القبطيه في مصر، شوفوا زكريا بطرس، قلنا لكم مليون مره لو العمليات شغلت ما حدش يعرف يلم. هنخش على واحد تاني من المتأسلمين، في متأسلم وفي مسلم. المتأسلم ده اسمه احمد عبده. الراجل المعفن ده ابن المعفن القذر ابن القذرة طبعا. الراجل ابن الشمامة الشمام ده. شوف منظر امه العار الاول. انا اعلم لك يا احمد خرع. ادي احمد عبده. احنا ورانا عمل، احنا في القرن ال21 عايزين نشتغل. كل دي صفصفه ولعب بالالفاظ وضحك على السؤال. لو سمحتوا عايزين نشتغل. انا اسف وائل انت ضيعت وقت سعادتك النهارده في الحلقه دي وفي الحلقه امبارح، وكلها تنافس بالالفاظ وكلها هجوم بشكل مع احترامي. يعني كانت الحلقات اللي كنا بنهاجم فيها مسلسلات رمضان اللي كانت بتسيء وبتدخل في اليوت وبتبهدل مشاعرنا امبارح والنهارده، مع احترامي الشديد ومع الفارق، ده مسلسل عادي، لكن دي ناس افاضل دكاتره ناس محترمين بيمثلوا. طيب ايه اللي اصبح الهجوم على الاسلام والمسلمين وسيدنا محمد الايام دي وبالذات من المسيحيين؟ انتوا بتنسوا روحكم ان الحملات الصليبيه، الحملات بتاعت الصليبيين دي من ساعه ما اتخلقت الروم والبيزنطيه والحملات الفرنسيه والحملات انجلترا وفرنسا، كل الدول دي احتلت الاسلام والمسلمين، والاسلام ما طلعش واحتل دولكم. في دوله اسلاميه طلعت ضربت اهو لسه احنا دلوقتي ارمينيا بتضرب المسلمين لسه لحد دلوقتي محتلهم 125 سنه. ولا انتوا ناسيين؟ نسيتوا الشيشان، نسيتوا البوسنه والهرسك، نسيتوا الملمار، نسيتوا الصين بتعمل ايه في الاسلام والمسلمين. طبعا لما تيجي انت وتقول الاسلام بيعتدي والاسلام فيه ارهاب، الارهاب بتاعكم ما بتناقشوش ليه؟ ما بتناقشوش ليه الروس اللي راحوا دهقوا السوريين؟ مش برضه مسيحيين دول؟ الامريكان اللي دخلوا ضربوا العراق، فرنسا وروسيا اللي بعت جنودها ليبيا، كانت ارض ابوكم هناك يعني؟ ايوه ارض ابوكم. انتوا بتتعمدوا انكم انتوا يعني وتطلعوا لنا زكريا بطرس. زكريا بطرس او ابو بطرس اهو، اي حد يجيب سيره سيدنا محمد بسوق والله ما اضرب ابوه غير بالمركوب. الواد اللي امبارح ابن ربايه الزنا ده، العار ابن العار، احنا بنقول لكم ناقشوا قضاياكم انتوا، ما تناقشوش قضايانا احنا.
مفيش مسلم طلع سائل السيد المسيح، لان السيد المسيح القرآن الكريم فضل ودعوا من الانبياء. لكن قلت لكم عندكم بولس ومتى ومرقس وصواميل وبواميل والشكرفانات دي كلها ما بذكرهاش في القرآن. انا ممكن اهلهل اللي يعجبك فيهم. فاحنا مش عاوزين نخش في الغوية. اقسم بعزة دلالة الله اي حد هيسيء سيدنا محمد تاني لهلهلكم الناس اللي انتوا هتقولوا عليهم مرقس ولوجا ومتى وفركس وبركس وعرندس وشكرنكو، كله ده هشرمته بال 43. انا مخ ابوي وارم. اوعوا تفكروا حاجه ان احنا سيدنا محمد هين علينا، لا. اقسم بعزة دلالة الله ما في غير ال 43. وهجيب لك رموز برضه هتخلي دم ابوك يغلي واضربها لك بالمركوب قدامك على شاشه الفيسبوك. زي ما انتوا بتعملوا احنا هنعمل. واللي عاجبه الكلام عاجبه، واللي ما عاجبوش على ابو ديك امه. وشكرا للساده المشاهدين، كان معكم شلتوب عمام. مش عاوز اطول عليكم في الكلام. من النهارده عليه الطلاق ما اشتري حاجه من واحد مسيحي تاني. شكرا.